جاوبني بسرعة. لو أنا قلت لك do you understand English طبعا هتقول لي yes. طب لو قلت لك كده اتكلم لمدة 30 ثانية، صمت، مخك هيقف. ليه؟ لأن المشكلة مش في الإنجليزي، المشكلة في طريقة تعلمك للإنجليزي. طبعا احنا عارفين إن معظم الناس بيحفظوا كلمات، يحفظوا قواعد، يحلوا تمرينات، يخشوا الامتحان، ينجحوا وينسوا، شكرا خلصت. يجي بقى يتكلم إنجليزي، يعمل أي محادثة لمدة دقيقة، مفيش، سيراميك. تعال نعمل تجربة صغيرة. لو قلت لك كلمة beautiful، طبعا انت عارف معناها وحافظها وبتستخدمها، هتلاقيها في حياتك اليومية مليون مرة. لو قلت لك حطها في جملة، مفيش افكار في دماغك، لان انت فكره ان انت تبقى عارف الكلمه دي حاجه وان انت تستخدمها دي حاجه تانية خالص. تخيل كده معايا ان انت واحد بتحب الكوره جدا، كره القدم، وكل يوم بتتفرج على ماتشات كوره. مفيش ماتش كوره انت فوتته، ده وده وده، وتيجي بقى تنزل الملعب تلعب كوره، الكوره قدامك اهي، يلا العب. مفيش. ليه؟ لان انت مش بتمارس لعب الكوره. اللغه الانجليزيه نفس الفكره بالظبط، هي محتاجه ممارسه، لازم تمارس اللغه الانجليزيه عشان تبقى محترف فيها. يعني مثلا بدل ما تحفظ كلمه beautiful بس، لا، احفظها في جمله. This place is beautiful. My city is beautiful. The weather is beautiful. كده هتخلي مخك يفكر بالانجليزي ويبقى عارف ان الكلمه ديت موقعها في الجمله ديت بالشكل ده. ومن النهارده اي كلمه جديده تحفظها خدها حطها في 3 جمل، حتى لو جمل بسيطه، بحيث انت بس تتمرن وتمارس الانجليزي في ال3 جمل دول. اكتب لي في الكومنتس انت من كام سنه بتتعلم انجليزي، وقول لي ايه مشكلتك في الكومنتس، سواء استماع، قراءه، تحدث او كتابه، وانا هساعدك وهقول لك ازاي تبدا تذاكر بالشكل المظبوط.